من الواضح أن الخطبة لم تعد مفروضة هنا من قبل النظام. إما أن تقتل وإما أن تحبني غصبا، وكل شيء يؤخذ غصبا إلا القلوب. وأنت تقول أن السلطة للشعب والحرية للشعب، اترك الشعب يقول رأيه. انتقاد النظام في العلن أمام المصلين كان مستحيلا في السابق، أشبه بعملية انتحارية حسب الشيخ سالم. يعني قبل 17 فبراير لم نكن نستطيع أن نقول كلمة الحق. نرى أناس يظلمون، ونرى يعني أناس يؤخذون في زوار الفجر. يعني سمعت بزوار الفجر، زوار الفجر يعني واحد يصلي في المسجد يأتونه يعني قبل الفجر ويأخذونه إلى جهة غير معلومة. يعني الإخفاء القسري، السجن، عملة رائجة في ليبيا يعرفها هذا الرجل جيدا. منذ انطلاقة الحركة الاحتجاجية يرتدي عبد السلام فرجاني يوميا الزي العسكري، وهو لم يترك بندقيته الحربية. سلاح هذا 24 ساعة حتى في النوم. ننتهم القذافي بعدين نسلموه للجهة اللي خذيناها منه. مثله مثل الآلاف الذين انضموا إلى الثورة، ليس عبد السلام مقاتلا حقيقيا، لكنه مستعد للموت كما يقول لتحرير بلاده. يرافقنا في جولة إلى ما كان يعتبر رمزا للنظام الليبي. من مركز الشرطة في جدابيا في هذه الغرفة تم توقيفه منذ 15 عاما. بالشكل هذا بالكامل، بتبرز هنا، بتطير مية هنا، جميع حقوق الإنسان مهضومة في المكان هذا. تهمة عبد السلام الانتماء إلى قبيلة يقال إنها عارضت العقيدة الليبي. توقفت هنا وتعذبت هنا من قبل ميليشيات من الداخل القذافي، وفصلت من عملي من 95 وانا مفصول من العمل لليوم. كنت اللحظة هذه نرجع فيها بفارغ الصبر. بعد مركز الشرطة يرافقنا في اتجاه مخرج المدينة. في آخر الطريق بعد هذه المنازل لا شيء، جدران مهدمة في منطقة مهجورة وسياج قديم. المشهد أشبه بالأفلام. وفي هذا المشهد سلالم تقودك نحو ملجأ تحت الأرض. اكتشف الثوار خلف هذا الباب المحصن ملجأ ووحدات سرية مجهزة. أحرقوا محتوياتها. كل المستندات هذه شكلها إدارة، شكل المكتب الإداري هنا. هذه طبعا تعتبر عملية استطلاع وتجسس، نفس الأجهزة ونفس المكان. 12 غرفة شبه خالية، أبوابها بلون علم النظام، مزودة بأجهزة اتصالات وبدلات وهواتف قديمة في معظمها. كانت تعمل منذ أسبوعين. وممكن هالوقت قاعد يصنت فينا. كالعديد من الليبيين عبد السلام مقتنع أن النظام الليبي منذ 40 عاما يرى كل شيء، يراقب كل شيء، ويعرف كل ما يجري. هذا لولا ثورة 17 فبراير ما كناش ندروا عليه بالكل. يصنتوا علينا في مكالماتنا وفي دنيتنا، احنا ما عندنا شيء. يفكنا من ميليشياته ويفكنا من نزغته بس غادي. آخر رموز النظام، الموقع العسكري في الحنية بالقرب من جدابيا، في منطقة صحراوية تمتد على كيلومترات عدة. عشرات المستودعات الملأى بالسلاح. منذ اندلاع الثورة أصبحت مهمة عبد السلام أيضا حماية هذا الموقع. يقودنا لزيارة المخازن. صواريخ وقذائف هاون مكدسة بالمئات لم يدمرها الجيش قبل الانسحاب. صواريخ شوفها، أنا ما يقدرش يشيلها ريتها. شوف ليش هذا يا قذافي ليش؟ على مر السنين قام القذافي بتكديس أطنان من السلاح لم يدمرها الجيش قبل انسحابه. شوف 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 الصاروخ منين لوين طوله واحد. شوفها 4 متر صاروخ 4 متر طوله. شو نبوا فيه نحن في جدابي هذا؟ في هذه الغرفة أكثر من 1200 صاروخ. مثل هذه الغرفة عشرات المستودعات
بسلاح من العهد السوفيتي وسلاح فرنسي وأمريكي وإيراني الصنع. أسلحة خطيرة جدا كلها، هذه أسلحة دمار، هذه مش عادية. صواريخ وذخيرة قديمة لكنها كافية للمعركة. يتم نقل الذخيرة يوميا من هنا باتجاه الجبهة على بعد ساعتين. والمقاتلين أيضا يحاولون حماية راس لانوف والموقع النفطي فيها. يعلم الثوار جيدا أن كتائب القذافي تتهيأ للهجوم المضاد. نقطة واحدة بس، في نقطة واحدة كيف نحن واحدة بس، انتبهوا. هنا خط المواجهة، عشرات سيارات، حوالي 100 رجل، وفي الجهة المقابلة بعيدا عن الأنظار العدو الذي نشهد ضرباته الأولى. قصف منهجي رادع، ثم تقترب القذائف ويسقط جريح أول لن يكون الأخير. صور يضرب فينا بشارات، شوف صور بلاش حيوانات نحن في الأخير. صور قدامك، صور، في ناس تطيح، في ناس تموت قدام. تدخل بطاريات صواريخ المواجهة. وإشارات النصر هذه لا تدوم، يجب الانسحاب مجددا. تتساقط القذائف بشكل متواصل، ينسحب الثوار إلى الحاجز الخلفي. الطائرات الحربية تذكرهم مرة جديدة بميزان القوى. أصبح من الصعب الحفاظ على الجبهة والمقاتلين. يريد الثوار منعنا من تصوير انسحابهم. في الوقت نفسه قيل إن تبادلا لإطلاق النار سمع في أحياء المدينة. في واحد من شظية. عند مدخل المدينة المقاتلون ينقلون الجثة وفجأة يختبئون. ليك شو صار؟ في وحدين قاعدين جوا. يلا صوت. لا أحد يعرف مصدر النيران. نقترب من المستشفى، نجد أنفسنا وسط تبادل لإطلاق النار. الرصاص. جنود القذافي أصبحوا في المدينة. الجميع ينسحب، سيارات الإسعاف والمقاتلون أيضا. هل من مكان آمن في راس لانوف؟ لا يوجد مكان آمن في راس لانوف. سقطت راس لانوف في 48 ساعة بيد جنود القذافي. انتهت المرحلة الأولى من المغامرة العسكرية الناجحة للثوار والتي لم تدم أكثر من أسبوع. كان هذا إذن روبورتاج معركة البريقة، والذي أنجزه الزميل شادي شلالة وفريقه مع مساهمة خليل البشير من طرابلس وفريقه. شادي شلالة الموجود معي في الاستوديو. شادي، رأينا لمرات عديدة أنكم كنتم قاب قوسين أو أدنى من أن تصابوا في هذا الروبورتاج، لذا سؤالي الأول هو عن ظروف هذا العمل. كيف عشتم تلك الأيام؟ بالفعل لم نكن نتوقع ولا نرتقب أن تكون هذه الثورة التي انطلقت ثورة مدنية عادية أن تتحول إلى حرب وبهذه السرعة. تحولت إلى حرب حقيقية عندما استولى الثوار على الأسلحة من مخازن سلاح الكتائب القذافي التي سيطروا عليها بعد الانتفاضة الشعبية، واضطروا للدفاع عن أنفسهم مستخدمين هذا السلاح. عدد كبير منهم هواة ليسوا بعسكريين وليسوا بمقاتلين، ولكنهم استخدموا هذا السلاح للدفاع عن أنفسهم. كنا هنا في المكان المناسب بالنسبة للعمل الصحفي بالطبع، والزمان المناسب أيضا عندما انطلقت هذه المعركة، معركة البريقة التي كانت أول معركة يشنها الثوار لاسترجاع أرض، أول معركة عسكرية.
هذه المعركة البريقة كما تعلم مدينة نفطية فيها خزانات نفطية كبيرة، استطاعوا الهجوم والحصول استرجاع هذه المنطقة. ظروف العمل كانت منذ عبورنا الخطوط المصرية، منذ عبورنا الحدود المصرية تحديدا، بدأ الثوار يسهلون العمل، يقولون يرحبون بالصحافة وهم لم يروا مراسلين أجانب يعملون بمفردهم خلال سنوات عديدة. كما تعلم ليبيا بلد مغلق مقفل على الصحافة، ليس هناك من منفذ إلى هذا الدخول. استطعنا العمل بحرية مطلقة معهم، ولكن كم المعلومات وكم ربما المعلومات المغلوطة التي كنا نتلقاها يوميا يجب التأكد منها بشكل دقيق وشكل يومي، كان هذا متعب للغاية، وكان هذا يتم بشكل متواصل طوال هذه المدة. كيف تشرح شادي أنه رغم الوسائل البسيطة التي كانت في حوزة الثوار وضعف تنظيم صفوفهم تمكنوا من الزحف غربا وإلحاق الخسائر بقوات القذافي؟ تعلم أن جان ماري لومير الزميل من فرانس 24 أصيب في قدمه وهو يرافق إحدى هذه الدوريات. إذن استطعنا أن نعيش يوميات هؤلاء الثوار. هؤلاء الثوار هم طلاب، هم مهندسون في بعض الأحيان، هم يعني مواطنون ليبيون عاديون، استطاعوا الحصول على السلاح، ولكن عزيمة هؤلاء كانت بالفعل قوية جدا في مواجهة سلاح ضخم، سلاح عسكري حقيقي للجيش الليبي، سلاح طيران أيضا استخدمته كتائب القذافي لردع ولشل قوة الثوار. ربما التفسير الوحيد هو العزم والشجاعة التي تمتع بها هؤلاء في الأيام الأولى، ولكن معركة البريقة التي نجح فيها هؤلاء باسترجاع واسترداد البريقة، والتي أعطتهم دفعا للتقدم باتجاه المدن الأخرى راس لانوف وباتجاه بن جواد، هذه المعركة عادت فانقلبت في وقت آخر عندما واجهوا سلاحا حقيقيا، مدفعية دبابات تقترب تقتحم وتحاول استرجاع الأراضي، وهذا ما نجح بالفعل، نجحت كتائب القذافي بتحقيقه. قوة السلاح، ميزان السلاح لا يمكن المقارنة بين الاثنين. عدد كبير من هؤلاء الثوار لا يعرفون استخدام السلاح وكيفية استخدام هذا السلاح الذي كان بحوزتهم، سلاح القذافي الذي انقلب ضده. شادي، شهدنا قبل أيام التدخل الجوي لقوات التحالف لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2973، تدخل كبح بالفعل تقدم القوات الموالية للقذافي. هل تتوقع أن يسمح ذلك للثوار بالعودة والتقدم غربا ومحاولة التقدم من جديد نحو مدن أخرى؟ هذا ما بدأنا نشهده منذ الأيام الأولى لهذه المعركة الجديدة التي شنها التحالف، ولكن الضربات الجوية الجميع يتساءل عن فعالية هذه الضربات وعن مدى قدرة فعلا اليوم الثوار من التقدم واحتلال أراضي أو استعادة أراضي كانوا خسروها. تقدموا نحو جدابيا، من بنغازي إلى جدابيا 150 ربما أو 160 كيلومتر، استطاعوا الحصول على هذا، ولكن الثوار كما قلت لك ليسوا منظمين وليست لديهم تركيبة استراتيجية عسكرية فعلية وحقيقية. إذا تقدموا يمكنهم يعني التواجد هناك، ولكن تأمين مواقع باستراتيجية عسكرية هذا بعيد كل البعد عنهم. هذا التساؤل سيبقى قيد الأيام وربما الأشهر المقبلة، لا نعرف ولا نعلم لأي حد هذه المعارك وأي شكل ستتخذ هذه المعارك. الأكيد أن ردع قوات القذافي من التقدم ينجي ويخلص الثوار من أشياء شاهدناها في الأيام الأولى في بنغازي. شاهدنا طريقة القتل كانت بشعة جدا، الصور وكما تعلم سياسة فرانس 24 عدم إظهار هكذا صور لبشاعة طريقة القتل التي تمت فيها إطلاق النار بمضادات الأرضية على الناس، تقطيع الناس إربا يعني هذا ردع بالفعل. ولكن إلى أي حد يمكن للثوار إعادة تنظيم أنفسهم والتقدم؟ ما يمكن الجزم به هو أن الثوار لا يريدون لا سلاح ولا حمل السلاح ولا يكونوا أو يكونوا جيشا ما، ولا يريدون لا الانفصال في منطقة معينة، يريدون العودة إلى حياتهم، يريدون حقهم بالتعبير، حقهم بالحرية كما كل الشعوب. شادي شلالة، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات حول عملك في ليبيا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراسلون. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، فكونوا على الموعد.